اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم طريقه عمل سويس رول الشوكولاته في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه، باذن الله هيعجبكم. اول حاجه محضره عندي ربع كيلو من دقيق الاسبونج جاهز نخلاه، عندي 3 بيضات وعندي ربع كوبايه من الميه. نزلت بالدقيق مع البيض مع الميه وشغلت عليهم المضرب الكهرباء لحد ما الخليط كله ابتدى ياخد اللون الفاتح بالشكل ده، اخد في حدود 10 دقايق ضرب بالمضرب. بعد كده هكون محضره عندي صينيه فردة فيها ورقة من الزبدة، وهبتدي انزل بخليط الكيك في الصينية بالشكل ده. هكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180 درجة، الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق. بعد كده همسك الصينية وهبتدي اهز فيها واخبطها خبطتين على الرخامة لحد ما خليط الكيك يتفرد فيها. هدخلها الفرن، هتاخد تسوية ربع ساعة بالظبط. بعد كده هتطلع معايا وهتبقى بالشكل دوت. هبتدي بقى بالسكينة اسلك حروف الكيك من الصينية بالشكل دوت. هجيب عندي ورقة من الزبدة وعندي فوطة او شاشة، هبتدي اقلبها على الناحية التانية على طول. يعني الموضوع ده ما بياخدش ثواني يا جماعة، عشان لازم تتلف وهي سخنة. هشيل بقى ورقة الزبدة اللي كانت في ارضية الصينية، وهجيب ورقة زبدة تانية. زي ما انت شايفة التسوية طالعة مظبوطة ما شاء الله عليها. هفرد ورقة الزبدة كده وبعد كده اقلبها على الصينية، وهبتدي اشيل ورقة الزبدة من الناحية التانية. هيطلع معايا الوش بتاع الكيكة. هبتدي اقشر باقي الوش بالشكل ده. هنقلها بقى على ورقة زبدة، وهبتدي بقى الفها رول بالشكل ده كده، ما اضغطش عليها. هسيبها بقى على جنب لمدة ساعة. هكون محضرة بقى عندي على محضر الكريمة. محضرة عندي بقى كريم شانتيه، جبت كيسين دريم مع نص كوباية من اللبن، وخلطتهم بالمضرب الكهرباء اداني القوام والسمك ده. هبتدي بقى افرده على سبونج الكيك بالشكل ده كده. ما تقلقيش لو في اي تشققات او اي حاجه مكسوره، كله هيتدارى. ما تفتحيش الكيكه للاخر عشان ما تتقطمش منك. هجيب بقى عندي شوكليت شيبس او اي نوع شوكولاته انت تحبي تحشيها من النص. انا حشيت بشوكليت شيبس وبشوكولاته كريسبي. هبتدي بقى الفها، تلفيها بالراحه خالص لحد ما تديكي الشكل دوت. هجيب عندي بقى ورقه زبده تانية وورقه فويل، وهبتدي الفها. هدخلها الفريزر لمده 3 او 4 ساعات. بعد كده هطلعها من الفريزر، هكون تماسكت وبقت جامده بالشكل ده معايا عشان اقدر اشتغل فيها. هجيب عندي بقى صينيه وهجيب عندي الكريمه وفردتها في الصينيه بالشكل ده كده، وهبتدي اوزع عليها كريم شانتيه. هغلفها كلها بالكريمه زي ما انت شايفه بالشكل ده. حاولي بقى تسويه. بعد كده هدخلها التلاجة ساعه تمسك شويه. بعد كده طلعتها على شبكه وتحتيها صينيه، وجبت بقى صوص الشوكولاته. انا عملته معاكم قبل كده. بتجيبي مكعب شوكولاته كبير مع نص كوبايه لبن وتسيحيه وتخليه يجمد شويه في التلاجة، وبعد كده تنزلي بيه وهو ساقع على الكيك بالشكل ده كده. هيبتدي بقى يصفي الزيادات. هدخلها التلاجة تمسك شويه. طريقتها سهله جدا زي ما انت شايفه بالشكل ده. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. هجيب بقى عندي السكينه وهبتدي اقطع الحروف بتاعه السسرول بالشكل ده كده من الناحيتين اهو. طبعا اللي بيطلع ده ما بيترميش، بيتاكل برضو. هجيب عندي بقى الكريمه وهبتدي اعمل روزيتات من على الوش بالشكل ده. اي بقى شكل انت تحبيه بتزيني بيه، ممكن باي شكل انت تحبيه بالكريز. انا وزعت عليه كده بقى شوكليت شيبس من على الوش. شكلها بسيط جدا، طعمها بجد خطير زي ما انت شايفة بالشكل ده. هتشرفك في اي مناسبة عندك، طعمه تحفة. هبتدي اقطع منها زي ما انت شايفة، طالع ما شاء الله عليه. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، ومكونات بسيطة. بربع كيلو من الدقيق الاسبونج عملت الكمية ديت، بجد طعمه خطير. لو انت قطعتي الرول دوت هيديكي اكتر من 5 أو 6 قطع من الجاتو. لو عجبتك يلا اعمليها، وما تنسيش اللايك والاشتراك عشان كل جديد يوصلك من قناة مطبخ فوفا. سلام عليكم.